تبنى العباسيون إعلاما شاملا لتشويه حركة الحسنيين بتشويه حركة أبيهم وإصلاحه العظيم. فبدأوا، وطبعا حصلوا على أخباريين يسايرون العباسيين بالأكاذيب، فمنهم من كذب لهم أن الحسن شأنه الزواج ورغبته في الزواج، وقال لهم هذه الدولة خذوها واعطوني راتب بالسنة 1000 حتى يقضي بي حوائجه الزوجية والعائلية وأنتم أخذوا. هذا طبعا الكلام باطل. حتى اشتراط، وضعوا شرط أن الحسن عليه السلام يشترط من جملة الشروط أن يكون إلى 1000 بالسنة. هذا هم كذب، لأن الحسن عليه السلام لا يحتاج إلى مال، قد أغنته صدقات أبيه سلام الله عليه حين أوقف هذه الصدقات. بدأها بأنه هي للحسن وللحسين إن احتاج إليها، فعند مثل هذه الصدقات ومواردها بالآلاف والملايين هو يحتاج إلى أن يشترط شرطا تنفر منه الأمة، يعني أن يشترط أن له أن يأخذ ما في بيت مال الكوفة، هو طبعا والناس وراح يقولوا له هذه أموالنا كيف تأخذها؟ كذب هذا. فإذا بدأوا بتشويه شخص الحسن عليه السلام تغيير مبررات الصلح، أن أهل الكوفة كانوا لا يوثق بهم، وكان كلما يبعث الحسن عليه السلام بقائد ينتقل إلى صف معاوية ويبحث الإمام. هذا كله كذب، هذا من أكاذيب العباسيين.